احلى انت بس يا اخي. شوف دماغك دي بتلبس في الدركسيون وبيلموك من على الاسفلت زي الكنافه انت وعربيه ابوك. الله يبارك لك فيها يا زميلي، طول عمرك على وضعك وابن بشوات. يا رب يا رب، انا مش عايز حاجه بالدنيا غير الصبر والصحه بس يا رب، يعني مش عايز حاجه تانيه. اللي في ده انت يا ابني. ايوه، ما نفسكش تحقق احلامك كلها؟ لا. ايه انتوا بتعملوا فيها كده ليه؟ وانا عشان قاعد في البيت لوحدي تطلعوا لي ده؟ يعني انا مش تبعكم. امال انت مين؟ انت بتعمل ميوزيكلي؟ يا عم انا جني، ليك 3 امنيات وما ينفعش تختار بامنيه واحده وامنيات كتير عشان بس اوفر عليك. طب عايز عربيه زي بتاعت صاحبي بالظبط بنفس الدركسيون. ايه الغباء ده؟ طب ما تطلب فلوس وتشتري عربيه. لا يا عم ابويا فكرني حرام وتردني بره البيت. طب ما تترب بره البيت وتشتري بيت. طب افرض اتنصب عليا. طب ما يتنصب عليك يا ابني، ما انت معاك فلوس كتير. طب افرض اتقبض عليا. انت شارب ميه لفت، ميه بطيخ، ميه ساقعه، اي حاجه مش شارب. بص على ايديا. يا لهوي، ما بعرفش اسوق، كنت طلبتها بالمره. مش مهم، اهم حاجه في العربيه الستوري بتاع الدركسيون عشان اذل اصحابي زي ما بيذلوني كل يوم. يا جماعه انا بقفل الامبير بتاعي دلوقتي، انا ماشي على 260 مش قادر يا راوي السرعه بتاعتي. بقول لك يا زميلي، ما تيجي تسوق بس انا ما بعرفش اسوق. عربيتي على فكره مش سارقه. طب تعالى وهحاسبك. احضر يا غلطة حياتي. هاي درايفر، اهو عليك وانت بتتشوي. ايه اللي حصل؟ عارف لما تدخل فروته معركه وتعمل القطه ابجريد تخليها تطير ورا الفر؟ انا لقيت الواد بيجري عليا، رحت جري لقيت العربيه بتجري عليا والواد بيطلع منها بيعمل وبعد كده حطني في النص وفضل يفرك ويخبس عليا. واد مين عملت له عشان يعمل فيك كده؟ قلت له تعالى وهحاسبك. معلش اصل انا بحقق بس مش بتابع. مش بتتابع؟ طب بقول لك ايه، انا عايز ابقى يوتيوبر. يا ابني ما تبطل خرا بقى، ما خليك ممثل في السينما. يا عم انا عايز ابقى يوتيوبر. جبنا موجة الشهرة وخدتنا وطلعت بره والكل بص عليا بنظرة كده مش طبيعية. وركبنا موجة الشهرة. الله، فتحة فنان. تعال كده اهي. تعال كده تعال. وركبنا موجة الشهرة وخدتنا وطلعت بره. هي جايه اهي. هي جايه فعلا. افتح عربيتك جوه ما تكسر الباب. بقيت يوتيوبر يا اخويا. العيال بتصور مع عفش الشقه. احضر يا رايق. ايه يا فيمسه؟ بص ركز في الاغنيه دي بقى عشان مش هينفع تبوظ انا اتبرمجت. طب ما تطلب حاجه يا ابني تحل لك مشكله، مش لازم تخش في مغامرات وتختار حاجات غير صح. بص هي شكلها صعب عليك بس حاول تجيبها.